كل اللي اتبقى من الصياد شوية هدوم مقطعة وبقايا عظام وأجزاء بسيطة من جسمه. لو قررت تقتل أي حيوان مفترس وطلقة بندقيتك ما قتلتوش من أول مرة، فتأكد إن رد فعله وانتقامه هيكون عنيف جدا، وساعتها مفيش أي مخلوق في الوجود هيقدر ينجيك من هجومه. في حلقتنا النهاردة هكلمكم عن صيادين تم قتلهم بوحشية بواسطة فرائسهم. ولكن قبل ما نبدأ اعملوا إعجاب بالفيديو واشتراك في القناة وصلوا بينا على رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام. ويلا بينا نبدأ. المقطع ده فعلا هيعرفك ليه الأسد اتسمى بملك الغابة. الأربع صيادين دول اتجمعوا وجابوا بنادقهم وقرروا قتل أحد الأسود. وعلى الرغم إن الأسد كان عارف إن معركة زي دي ممكن تنهي حياته، ولكنه بدون تردد قرر يهاجم الأربع صيادين ويواجه الموت عادي. يعني ولا خاف من بنادقهم ولا من الرصاص اللي ممكن يصيبه، وهجم عليهم بكل شجاعة ووقعهم كلهم على الأرض. والغريب إنه بعد ما وقعهم على الأرض والبنادق وقعت من إيديهم، جري وسابهم وما نجحوش في إصابته ولا حتى بطلقة واحدة. فعلا إن لم يكن من الموت بد فمن العجز أن تموت جبانة. لو عارفين مين اللي قال المقولة دي قولولي تحت في التعليقات. الصياد ده كان ماشي بكل حرص وبيحاول يقرب من دب ضخم عشان يصطاده، وبمجرد ما لقى فرصة مناسبة للتصويب وقف وبكل طاقته ضرب الدب بسهم اخترق جسمه. الدب بمجرد ما اتصاب بالسهم وقف وفضل يبص حواليه عاوز يشوف مين اللي ضربه، ولكن الصياد كان ذكي جدا واستخبى وسط الحشائش بعيد عن أنظار الدب، وعدى الدب من جنبه وهو مصاب وما خدش باله منه. متخيل عزيزي المشاهد لو الدب كان شاف الصياد كان ايه اللي ممكن يحصل له؟ اعتقد انه نجا بأعجوبة في اليوم ده. على الرغم ان حيوان الموز من الحيوانات المسالمة والغير عدوانية، الا ان ذكور الموز مشهورين بهجماتهم الكتير على البشر. في المشهد ده كان بيحاول حيوان الموز الهجوم على احد الصيادين، ولكن من حسن حظ الصياد ان كان معاه مسدس للدفاع عن نفسه، واضطر في النهاية انه يضرب الموز بطلقات كتيرة جدا لغاية ما قتله. لو مركزين في المقطع قولولي كم عدد طلقات الرصاص اللي تم استخدامها لقتل حيوان الموز، يعني 5 ولا 6 ولا 7 طلقات؟ قولولي رأيكم تحت في التعليقات.